يعني احنا عرفناك عبد الجليل السعيد المحلل السياسي اللبق والمفوه عبر وسائل الاعلام الحديثه، وسناتي على ذكر ذلك خلال المحاور الجايه، لكن احنا نبغى نتعرف عن النشأة، عن الدراسه. والله اتشرف طبعا، يعني انا من سوريا، من ريف حلب، من مواليد 1985. ما شاء الله. طبعا نشأت في أسرة بسيطة جدا. والدي حي يرزق حتى الآن، أسأل الله له الشفاء والعافية. طبعا لم أره منذ أكثر من 8 سنوات بسبب ظروف الحرب في سوريا، وأسأل الله أن يجمعني به وهو في صحة وعافية ونحن جميعا بخير قريبا بإذن الله، بإذن الله وأن يكرمه الله بالحج إن شاء الله في العام القادم. يا رب إن شاء الله. ووالدتي توفيت رحمها الله، كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب. درست في مدينة حلب. في البداية طبعا كانت دراستي في المجال الشرعي حتى يعني الثانوية العامة. إضافة لذلك أب لطفلين جميلين، حفظ الله لكم أولادكم وعيالكم. عندي سارة وعندي محمد، الله يحميهم ويجعلهم من الصالحين والصالحات إن شاء الله. الله يحفظهم ما شاء الله. بعدها انتقلت إلى دراسة الإعلام في مجالات أخرى، وبعدها عملت في المجال الإعلامي في سوريا، ثم بعد الحرب عملت في المجال الإعلامي في تركيا في إسطنبول أيضا، وانتقلت بعد ذلك إلى مملكة السويد بعد تعلم اللغة أيضا. اقتربت قليلا من العمل الإعلامي السويدي ولا زلت، ولكن ربما اهتمامي بالشأن العربي أكبر وأكثر، ولي علاقة مثلا ببعض وسائل الإعلام العربية، أكتب مثلا مقالا أسبوعيا. ولكن في الآونة الأخيرة لدي علاقة مباشرة بقناتي على اليوتيوب، فلي شبه يعني فيديو بشكل يومي، أحاول من خلال مادة أقل من 10 دقائق أن أستعرض بعض الأحداث السريعة التي جرت وأقدمها للمشاهد بطريقة مبسطة. يعني أنا أحرص على تبسيط المحتوى السياسي وليس تعقيده. أحسنت، وفعلا ونحن نشهد لك، احنا متابعين لقناتك باستمرار وباستفاضة، حتى أنك أيضا غطيت في الحج في كثير من المقاطع اللي رصدت من خلالها الأجواء الروحانية في الحج. الحمد لله.